لو دي أول مرة تدخل فيها يوم تمرين بول أو حتى بقالك سنين بتتمرن، لازم تسأل نفسك: هل بتمرن عضلاتك ولا بس بتحرك وزن وخلاص؟ مش مجرد عقلة وسحب، ده يوم بتبني فيه أساس ظهرك، قوة قبضتك ومرونة مفاصلك. وعلشان توصل لجسم متناسق قوي وشكله محترف، لازم تفهم كل حركة بتعملها، ليه بتعملها وإزاي. النهاردة هنتكلم عن أهم تمارين البول. كل تمرين ليه دور، وكل تكنيك هيفرق، مش بس في النتيجة لكن في سلامتك على المدى البعيد. جاهز؟ ركز معايا وخليك متأكد إن كل ثانية في الفيديو ده هتغير طريقة تمرينك للأفضل. الأول، التمرين بول أبس، العقلة، أهم تمارين السحب وواحد من أصعبهم. بيستهدف عضلات الظهر العلوية والترابيس والبايسبس. خد بالك، مش لازم تعمل عدد كبير، المهم تنفذه صح. لو مش قادر استخدم مساعدة أو اعمل نيجاتيف بول أبس. نصيحة: ابدأ دايما بتمرين وزن الجسم، لأنه بيجهز عضلاتك صح لباقي التمرين. مظبوط. التمرين التاني، لاب بول داون، السحب العلوي، بديل ممتاز للعقلة خصوصا للمبتدئين. التمرين الثالث، باربل رو، التجديف بالبار، من أهم التمارين اللي بتستهدف منتصف الظهر والبايسبس. حافظ على ظهرك مستقيم، اسحب البار من الكوع وتأكد إن عضلات ظهرك هي اللي شغالة. نصيحة: لو عندك مشاكل في أسفل الظهر، استخدم دامبلز أو كيبل. التمرين الرابع، سيتد كيبل رو، سحب بالكيبل جالس، تمرين ممتاز لزيادة كثافة الظهر. بيشتغل على العمق وبيركز على العضلات الداخلية. خليك ثابت، شد وارجع ببطء وتحكم في الرجوع أكتر من السحب. نصيحة: ما تخليش الكيبل يشدك لقدام، حافظ على الوضعية طول الوقت. التمرين الخامس، فيس بول، سحب الوجه، التمرين اللي دايما الناس بتنسيه لكنه مهم جدا. بيقوي الكتف الخلفي وبيحافظ على توازن عضلي حقيقي. مفيد جدا للناس اللي بتقعد كتير أو عندها تقوس في الظهر. نصيحة: اعمله في آخر التمرين ب3 مجموعات، 15 تكرار وبتركيز. التمرين السادس، باربل بايسب كيرل، تمرين الباي بالبار. ده التمرين الكلاسيكي اللي بيضخم الباي بشكل مباشر. خليك واقف ثابت، ظهرك مفروض، وارفع البار من الكوع. متزودش الوزن عن حساب الأداء. نصيحة: استخدم بار مستقيم أو ايزي بار حسب راحة مفاصلك. دمبل هامر كيرل، تمرين المطرقة، بيشتغل على عضلة البراكياليس وبيساعد في تضخيم الذراع من الجنب. امسك الدمبلز بشكل طولي واشتغل واحدة واحدة بتركيز. مهم جدا علشان شكل الذراع يبقى مليان ومتناسق. نصيحة: ما تخليش جسمك يهتز وانت بترفع، خليك ثابت. التمرين الثامن، concentration curl، تمرين العزل للباي. أفضل تمرين لعزل البايسبس، بيخليك تركز على العضلة بالكامل. اقعد على بنش واسند كوعك على الفخذ وابدأ ترفع الدمبل ببطء. نصيحة: ركز في كل تكرار وابدأ باليد الضعيفة عشان توازن القوة. ما تنساش إن الباي بتشتغل طول يوم البول، فاختار تمرينين بس للباي واشتغلهم بتركيز وجودة. التمرين مش بالكم، بالكيف. تمرين بول هو بداية قوة ظهرك ومفتاح التطور في أي حاجة تانية في الجيم. خد وقتك، اتعلم التكنيك، وافتكر دايما الوزن مش أهم من الأداء، لكن الأداء هو اللي بيخليك تشوف الفرق الحقيقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. أنا كوتش محمد وهفضل دايما جنبك في رحلتك.